فيلمنا بيبدأ براجل عجوز عايش لوحده بعد ما ابنه مات، لكن تحدث المفاجأة وبيعمل بديل لابنه. تعالوا معانا النهاردة نشوف ملخص فيلمنا مليان إثارة وتشويق وهيعجبكم جدا. يلا بينا. فيلمنا بيبتدي بصرصار بردان بيتمشى في البرد ولقى بيت مستر جيبيتيو، وقرا اليافطة مكتوب عليها نحات خشبي وبيصنع ساعات وألعاب من الزبالة، وانبسط جدا إن ده المكان اللي هيناسبه. ودخل الصرصار جيميني لبيت مستر جيبيتيو ولقى هناك ساعات كتيرة جدا، وكل ساعة ليها صوت واسم زي سندريلا والكاوبوي وبطوط كمان. وسمع مستر جيبيتيو بيتكلم وبيحكي عن ابنه لأنه كان راجل عجوز ووحيد، وكان بيغني وكان بيتمنى يشوف ابنه تاني لأن ابنه كان مالي عليه حياته ودلوقتي بقى وحيد وبقى ماسك دمية شبه ابنه وبياخد رأي قطته وسمكته كمان فيها. وبيخبط عليه واحد بيقول له أنا عايز أشتري ساعة من ساعاتك، فمستر جيبيتيو قال له لا دي مش للبيع، أنا حاطط فيها كل خبرتي وليها معزة خاصة عندي. والراجل زن عليه وللأسف مستر جيبيتيو مرضيش ومشي. والساعات دي كان ليها ذكرى كويسة عنده لأنها من ست الحبايب، ست الكل زوجته. وابتدى يقول له أسميك إيه أسميك إيه، راح سماه بنوكيو. الدمية الخشبية بقى اسمها بنوكيو. وبتيجي ساعة النوم اللي بتدق فيها كل الساعات لمدة دقيقة، وطبعا الصرصار جيميني بيتفاجئ بكل ده. ومستر جيبيتيو بيفتح شباكه علشان يجيب له طراوة قبل ما ينام كالعادة، وأول ما بيعدي شاف نجم لامع وقال يمكن ده نجم الأماني، وابتدى يبص له ويتمنى أمنية، وابتدى يبص لبرواز ابنه وينام. وطبعا الصرصار جيميني صعبان عليه مستر جيبيتيو لأنه حاسس بوحدته، وابتدى يظهر نور من نجم الأمنيات بيخترق البرواز وبينعكس على الدمية بنوكيو فبتدب فيها الروح. واللي بيشوف ده كله جيميني الصرصار وبيتخض جدا. وابتدى جيميني يلاقي الدمية بتتحرك، ولما الصرصار بيكلمه لقى بيردد كل الكلام. وبتحضر الجنية الزرقاء وبتقول لهم دي أمنية راجل غلبان اسمه جيبيتيو. وبتلاقي بنوكيو بيردد كل الكلام فبتلمسه بعصايتها علشان يتكلم عادي زيهم. وبتلاقيه مصنوع من الخشب وبيقول لها ينفع أبقى حقيقي ما بقاش خشب؟ فقالت له عشان تكون ولد حقيقي مش دمية لازم تكون شجاع وصادق وغير أناني. فرد عليها قال لها نعمل ده كله ازاي؟ قالت له ضميرك هو اللي هيرشدك. قال لها يعني ايه ضمير؟ فابتدت الجنية الزرقاء تقول دي قصة كبيرة قوي، فقالت له من النهارده جيميني الصرصار هيكون ضميرك. ولما رفض جيميني قال لها انا عندي مشغوليات كتير. قالت له انا شايفه قدامي حشرة ضيعة ملهاش مكان تقعد فيه، وابتدت تيجي هنا. وابتدى جيميني الصرصار يتكسف من نفسه لانه كان من غير هدف فعلا، وابتدى يوافق ان هو يكون ضمير بنوكيو ويعرفه ما بين الغلط والصح. وبتبتدي تغني الجنية الزرقاء وتسيبهم وتمشي. وبيصحى مستر جيبيتيو على صوت الجنية وبيسأل السمكة والقطة، وطبعا بنوكيو ما كانش مستني منه رد، ولكن سمع صوت غريب ولقاه بيتحرك واتخض وابتدى يستوعب ان امنيته ابتدت تتحقق. واما مستر جيبيتيو بيفرح ببنوكيو جدا حتى لو كان ابن خشب، وبيقرر يوديه المدرسة عشان يتعلم. وطبعا بتجيله الحمامة صوفيا وبتقعد على الباب. وابتدى جيميني يصحى من النوم لان راحت عليه نومه لان ده اول يوم لبنوكيو، وابتدى يخرج وراه بسرعة ولقى صوفيا في وشه. كان خايف جدا تاكله بس طلعت الحمد لله ما بتاكلش الحشرات. اما بنوكيو كان رايح المدرسة وفي نفس الوقت بيطلع عليه قطين بيتفرجوا على الاطفال، وبيلاقوا بنوكيو ان دمية خشبية ومن غير خيوط. ابتدوا يستغربوا جدا وابتدوا يتفقوا ان هم ياخدوه علشان يبيعوه للمسرح، وده مقابل فلوس كتيرة جدا. وابتدوا يوقفوه، واما بنوكيو بيقول لهم لا انا رايح المدرسة علشان اكون ولد حقيقي. فابتدى القط يقول له انت مش هتكون ولد حقيقي من غير شهرة يعني مسرح، اما انت كده نكرة محدش يعرفك وانت مش حقيقي وهنسميك كريس وسيبك من بنوكيو دلوقتي. وطبعا وافق وابتدى يروح معاهم، وبيوصل في نفس الوقت جيميني وبينقذه من جوز القطط دول. وابتدى بنوكيو يقول اللي حصل لجيميني، قال له ده كده كبرياء. فقال له لا ده قال لي ان انا صادق مش كذاب. فرد جيميني وقال له مش كل اللي يقول لك انا صادق يبقى صادق. قال له يعني انت كمان يا جيميني مش صادق عشان بتقول على نفسك صادق. فجيميني قال له على الاقل ان انت تصدق واحد عينته الجنيه الزرقاء يكون ضميرك الحقيقي، ودلوقتي لازم نروح المدرسه. وفعلا بنوكيو سمع كلامه وابتدى يروح المدرسه. ودخل المدرسه وابتدى المدرس يطرده لانه دميه خشبيه مش زي الاولاد الحقيقيين. واما القطط ابتدوا يستغلوا الموقف ويروحوا لبنوكيو، وطبعا حبسوا جيميني في برطمان ازاز وبيتكلموا مع بنوكيو وبيقول لهم ان المدرس والاولاد مش بيحبوني، فقالوا له الناس هتنبهر بيك جدا على المسرح. وابتدى ياخدوه وجيميني مش عارف يخرج. اما مستر جيبيتيو مستنيه، وللاسف بنوكيو ما رجعلوش تاني. واما بنوكيو لقى نفسه في مسرح السرومبولي، وكمان بنت بتطلع وبتربطه بالخيوط وبتقول له من حظك السيء ان انت هنا، انت في اوحش مكان في الدنيا، من الاحسن ان انت تنفد بجلدك دلوقتي. وابتدت تعرفه على الدميه الخشبيه فابيانا، اما هي اسمها سابيانا. اما بنوكيو بيبتدي بيرقص وبيقع ومناخيره بتتحشر في الخشب، وبتقوم سابيانا محركه الدميه الخشبيه وبتطلعه. وبيدخل الخيمه بتاعته وبيدخل غرفه سابيانا اللي كان نفسها تكون راقصه باليه وعندها رجل خشب وبينبهر بيها جدا. وبيدخل مستر السرمبولي وبيقول له انت رحت فين
فين يا بنوكيو انا بدور عليك. وابتدى يحطه في قفص خشبي وكمان يقفل عليه، وابتدى يقول له بنوكيو انا عايز اروح لبابا. فقال له لا الزمن ده خلاص خلص. اما بابا طلع بقطته وسمكته يدور عليه في وسط المطره، اما جيميني محبوس ومش عارف يخرج. وبتدخل سابيانا غرفه بنوكيو وبتقول له انا هنقذك من سترومبولي. وبيقول لها بنوكيو لا انا مش هصدقك تاني، انا مش هصدق اي حد غير الصرصار جيميني. وبيسمعهم مستر سترومبولي وبيقفل الخيمه كمان من فوق. وللاسف جيميني بيشوف عربيه بنوكيو وهي بتعدي فبتخبطه طوبه وبيعرف يخرج بحمد الله. وبيلحق عربيه بنوكيو وبيدخل له القفص وبيساله جيميني كنت عايز تكون مشهور يا بنوكيو؟ فبيقول له اه. وابتدى يكذب وابتدت مناخيره تطول، وابتدوا الاتنين يلاحظوا الكلام ده. ابتدى يكذب لحد ما طولت مناخيره علشان يجيبوا مفتاح القفص. لحسن الحظ مناخيره ساعدت جيميني وابتدى يحصل على المفتاح. اما بنوكيو ابتدى يقول الصدق الصدق لحد ما مناخيره رجعت تاني لمكانها. وفتح جيميني للقفص وخرج براه، وابتدى يجري لحد ما دخل عربيه فيها راجل عجوز واطفال كتيره جدا. وبيسالهم بنوكيو انتوا رايحين فين؟ وبيعرف منهم ان رايحين جزيره المتعه اللي فيها كل الالعاب وما فيهاش ولا اب ولا ام ولا شرطه ولا قواعد، يعني بيعملوا اي حاجه غلط وبدون قواعد. وبيروح بنوكيو وبيركب الالعاب وبيكون منبهر بيها جدا. وللاسف بيكون في هناك حاجه اسمها تحطيم الساعات اللي شبه بتاعه بابا، وبيقول بابا مش هيكون مبسوط لو انا عملت كده. اما مستر جيبيتيو بيبتدي يدور عليه، وصوفيا بتجيب له اعلان عن جزيره المتعه وبيفهم منها ان بنوكيو هناك. وبنوكيو بيلعب مع ولد بلياردو وبيوصل جيميني لبنوكيو، اما الولد بيضربه بعصايته. وبينزل جيميني في المصرف تحت وبيلاقي وحوش سودا وكمان حمير وحاجات غريبه بتحصل. وبيجذب الولد على بنوكيو وبتحول راسه لراس حمار وكمان ليه ديل. ولما بيشوف نفسه في المرايه بيتجنن. وابتدى بنوكيو كمان يطلع له ودان ويطلع له ديل لانهم في المنطقه الغلط. واما جيميني ما صدق لقى شعله نار وابتدى ياخد بنوكيو ويجري بيه. وطبعا بنوكيو اخدها عوم ورجع البيت لوالده وما لقاش ولا ساعه ولقى البيت كله فاضي. وعرف من الحمامه صوفيا انه باعهم كلهم علشان يروح يدور على بنوكيو. وابتدى بنوكيو يروح للبحر وبيلاقي في طريقه سابيانا وبتقول له مستر اسطنبول اتقبض وانا بقيت ماسكه المسرح دلوقتي، تعالى ارجع معانا. قال لها لا انا رايح لوالدي علشان انقذه. ابتدى ديله وودانه يختفوا علشان هو اخد القرار الصح، واخد الحمامه صوفيا وجري على مركبه باباه لحد ما لقاه. ولكن للاسف طلع عليهم وحش كبير وابتلع المركب وبنوكيو وابوه. وابتدى مستر جيبيتيو يحضن بنوكيو جامد وابتدى يعملوا احتكاك عشان يولعوا نار علشان الوحش يحس بحراره جواه وابتدي يخرجهم. لحد ما فعلا عملوا ده، لحد ما دخلوا نفق وابتدوا يهربوا منه بمساعده بنوكيو. وطبعا مركبتهم اتكسرت خالص. وبنوكيو افتكر ان باباه مات، ولحسن الحظ مستر جيبيتيو طلع عايش هو وقطته وسمكته. واتفاجئ مستر جيبيتيو ببنوكيو ان هو بشجاعته انقذه من الحوت. وبنوكيو بقى شخص صادق وشجاع ومش اناني، وبقى كل الصفات اللي خلته ولد حقيقي. وبكده نكون وصلنا لنهايه ملخص فيلمنا النهارده. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، وما تنساش تكتب لنا كومنت باسم الفيلم اللي عايزين نلخصه المره اللي جايه، وتدعمنا بلايك واشتراك للقناه. اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه.